النظرة الغربية لهؤلاء السياسيين هي نظرة استعمارية تفترض ان احنا مختلفين واقل، وبالتالي حقوقنا غير واحدة. الديمقراطية بالنسبة لنا احنا لو حصل مثلا في اليونان انقلاب عسكري، كل الدول الغربية تتكاتف عشان تنتزع هذا الرفيق الابيض. انما انت بالنسبة لك ده انت كفاية عليك. يعني عاملين نظرية حاسمة اسمها ذا وايز ديكتاتور، اللي هو الدكتاتور العاقل. يعني نعرف نتفاهم معاه، دول كفاية عليهم، ده الكفيل بتاع الشعب ده، ونعرف نتفاهم معاه. بس للانصاف بقى طبعا في اسرائيل، لانه كل الناس دول على مستوى استراتيجي يعلمون انه لو العالم العربي نهض هتنتهي اسرائيل او هيحصل لها مشاكل جامده جدا، وانه لن ينهض العالم العربي، دي مشكلتنا بقى، الا بنهضه مصر. يعني اذا نهضت ولن تنهض مصر الا بالظبط الا بديمقراطيه. فهو مش عايز كده، هو عايزك تخليك في الوضع ده، لا انت في حاله احتضار دائم، يعني لا انت يعني مت ولا انت عايش التي لا تشفى ولا تصح ابدا. بس هو ده المطلوب، يديك اعانات ويضايقك بيها وحاجات زي كده. انما العالم اللي هو العالم الحر بقى، اللي هو غير الحكومات، اللي هم جماهير اللي هم عملوا مظاهرات بالملايين ضد حرب العراق، دول طبعا متابعين، وخصوصا في اوروبا، لانه في امريكا ما مش متابعين قوي يعني. انما دول متابعين، بس دول ما هماش اللي بيصنعوا السياسات في الاخر، انما بيضغطوا في اتجاه، بيضغطوا طبعا في اتجاه، وفي يعني تعريض بعض طبعا وانت لولا الضغط، يعني قضيه زي خالد سعيد دي لولا ضغط الناس المستقلين بره، ولا الحكومات الغربيه دي تفرق معاها اطلاقا، ولا خالد سعيد ولا عايز يحرج اصدقائه، واخد بالك. انما فكره ان هناك ضغط من ناس كثيرين جدا، يعني المظاهرات اللي حصلت ضد حرب العراق في اسبانيا وفي فرنسا وفي انجلترا في لندن بالذات اكتر من المظاهرات اللي حصلت في العالم الاسلامي. صحيح، واخد بالك. فدول هم دول اللي عندهم مفهوم انساني محترم، مش الحكومات. انما بيننا وبينهم كتير برضه يا دكتور، يعني المصريين حاسس ان احنا ما عندناش الحس الانساني ده قوي، مش مشغولين قوي بالاخر، مش قلبنا مش واكلنا على كارثه نكبه حصلت، فيضان في حته، طبيعه بركان في حته، ما عندناش الوجع ده بالاخرين على الاطلاق، حتى في افريقيا مش مهبوبين حتى بدارفور. ما هو احنا ما عندناش برضه للامانه، هو ده صحيح، بس انا ما اقدرش الوم المصريين قوي، لان ده برضه ما عندناش هذا الطرف. يعني انت النهارده الانسانيه طرف يا دكتور. لا بس انت هتروح لواحد في العشوائيات دلوقتي اصلا قاعدين 7 في اوضه. وليه؟ طب بلاش العشوائيات، اروح له في وسط البلد ولا جاردن سيتي. ايوه، اروح له في الزقازيق. لا يفترض طبعا ان انت يبقى عندك هذا الاحساس، بس انا بعتقد انه الاحساس ده هو انت اوريدي عندك كوارث، يعني انت اصلا الناس بتعطف عليك. انت واخد بال حضرتك؟ يعني احنا عندنا يعني القاهره الكبرى، بس الذكاء الانسانيه ده فرض مشترك. طبعا كل الناس تذكي وماله انا انسانيا انا ما اعتقدش ان حد ضد المبدا، بس هي الفكره هو ترتيب الاولويات. انما ما حدش ضد المبدا، انما الفكره ترتيب الاولويات. انت عندك اولويات طبعا، هو بالنسبه له يعني انا استطيع ان افهم ان المواطن الغربي فخصوص يعني هتجد حاجه مدهشه جدا، انه اقوى دفاع عن حقوق الانسان في دول الشمال. دول الشمال دي تحررت من كل المشاكل. يعني عندها الدول الاسكندنافيه، يعني عندها ديمقراطيه، السويد بقى والنرويج والحته الجميله اللي فوق دي، الساعه اللي فوق دي، كل حاجه عندها مشاكل مدهشه. انه الحد الادنى للاجور قريب من اقل اجر، وبالتالي اللي بيشتغل كالناس او بيشتغل حاجه زي كده ما بيشتغلش، لان هو تفرق معاه 100 حاجه مثلا 100 جنيه وياخد. فدول عندهم النزوع الانساني، بس كمان عندهم الحد الادنى من الحياه اللي يجعله ينظر في الشارع. يعني انت عايز تقول لي مصر اكفل لي بس الحياه الكريمه طبعا، وانا هتضامن مع الانسانيه كلها. المصري انا يعني مانيش موضوع شوفيني ولا حاجه، بس اللي بيزعل الواحد ان احنا مصر وكانها عملاق كبير قوته عظيمه جدا، يعني مكبل باغلال. واخد بالك؟ والله انا رايي انه جات له جلطه يا دكتور، مش يعني موضوع حتى الجلطه دي على فكره لسه عايز علاج طبيعي. الجلطه دي دلوقتي بقت حقنه واحده، لو لحقتها ان شاء الله نلحقها. دكتور علاء، بمناسبه الحقها بقى، يعني لا يمكن ان احنا ننهي هذا الحوار قبل ما نعرف مشروعك الروائي القادم بعد رائعتك شيكاغو قبلها عمارة يعقوبيان. ايه اللي تنتظره بقى الساحه الادبيه؟ العفو الدكتور علاء الاسواني. لا انا طبعا بقعد سنوات يعني اشتغل، فان شاء الله تطلع اخر السنه دي او بدايه السنه القادمه. يعني التفاصيل اللي اقدر انا اقولها ان هي حاجه مختلفه خالص، حاجه روايه بتدور في مصر في الاربعينات،
روايه تتابع موضوع طريف جدا شغلني، هو دخول اختراع السيارات ودخولها الى مصر لاول مره. فعلا تبدو غريبه فعلا عنك. جدا وازاي عملت ده في المجتمع المصري هذا التغير، وازاي بعد كده انه كيف اخترعت هذه السياره لاول مره، سياره اي بني ادم، ازاي استغنوا عن الخيل، ومين اللي دخل السيارات في مصر، وكيف نشأ مجتمعين طبقيين عن طريق استعمال هذه السيارات. دي اكيد بتكتبها في نادي السيارات. بالظبط. عنوان ايه يا دكتور ولا لسه ما استقرتش؟ لسه ما استقرتش على عنوان، بس خدت مني مجهود جامد جدا، مش بس لكتابه الشخصيات، البحث طبعا، للبحث التاريخي جبار. بالظبط. لا احنا عايزينها روايه 60 حصان. ربنا. اشكرك جدا دكتور علاء الاسواني، شاكر جدا، شرفتنا. شكرا جزيلا. اشكركم جدا، واشكر الدكتور علاء الاسواني اديبنا العالمي، ومع ريم ماجد وفقره ساخنه بعد الفصل.